السلام عليكم. تحية غالية لكل جماهير النادي الأهلي، لكل الأهلاوية في كل مكان. يا شباب، أنا عامل الفيديو ده مخصوص عشان أتكلم في نقطة مهمة جدا. النهاردة بعد مباراة الاتحاد وانتهاء المباراة بفوز النادي الأهلي 2-1 وكل الأحداث اللي حصلت فيها من سوء في أداء النادي الأهلي وخاصة خط الدفاع وكل الأحداث اللي حصلت فيها، يثار سؤال من كل مش من كل من أغلب جماهير النادي الأهلي: المدرب الجديد. إيه رأيك في المدرب الجديد؟ يا جماعة، إيه رأيكم في المدرب الجديد؟ طب المدرب الجديد يا شباب، يا شباب، يعني كل جماهير النادي الأهلي ما شاء الله جمهور واعي، جمهور بيفهم في الكورة كويس جدا، جمهور عاشق ومحب للنادي الأهلي. يعني أكيد لازم نعرف كلنا إن ما نقدرش نحكم على المدير الفني للنادي الأهلي النهاردة. الراجل بيلعب تاني مباراة ليه مع الفرقة بعد مباراة دوري الأبطال، وبيلعب أول مباراة ليه في الدوري المصري. يعني ازاي هتحكم عليه؟ هو ليه الراجل لحق يعمل ايه؟ يعني احنا شفنا ليه بصمات في مباراة دوري ابطال افريقيا، في التغييرات في الكلام ده، انما يعني لسه يا شباب، لسه محدش يقدر يحكم على المدرب ده ولا حتى كمان 3 4 ماتشات. ندي للراجل فرصته. يعني انا متفائل جدا ان هو هيكون عند حسن الظن، وانه ان شاء الله هيقدر يرجع النادي الاهلي لسابق عهده. الراجل عنده فكر، ولكن نصبر يا شباب. عمرنا ما نقدر نحكم عليه دلوقتي. ادوا للراجل فرصته، وما تنسوش ان الراجل جه واحنا يعني ما جاش، لا خد فترة اعداد ولا خد فترة والموسم متوقف عشان يقدر يشتغل مع الفريق. الراجل جه، الدوري شغال، دوري ابطال افريقيا شغال، الموسم الكروي شغال، يعني نصبر شوية. صبرا يا اخواتي، ان شاء الله كلنا تفاؤل. الراجل هيكون عند حسن الظن، وان شاء الله النادي الاهلي النهارده كانت كل اللي يهمنا الثلاث نقط، وان احنا نرجع لصدارة الترتيب. النهارده النادي الاهلي في صدارة الدوري المصري. النادي الاهلي فاز خارج الارض في دور 32 من دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله القادم افضل، ولكن نصبر على الراجل ونديله فرصته، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، جمهور اعظم نادي في الكون.